السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام متابعين قناة أحمد أفي على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، مرحبا بكم. خبر حصري وعاجل. الكاف يفتح تحقيق فيما حدث بافتتاح الشان في الجزائر بعدما تقدمت الجامعة الملكية لكرة القدم بشكاية إلى الاتحاد الإفريقي إثر تلفظ بعض الجماهير، لا نقول الكل، بعض الجماهير الجزائرية في افتتاح الشان بكلمات لا تليق بسمعة المنتخب الوطني المغربي. وهذا ما فتح الكاف، يعني مما دعا الكاف لفتح تحقيق في هذا السياق. قلنا تقدمت الجامعة الملكية لكرة القدم بشكاية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على شأن ما حدث في يوم الافتتاح بالجزائر إثر تلفظ بعض الإخوة أو بعض الجماهير الجزائرية بكلمات ربما قد تكون نابية في حق الجمهور المغربي أو دولة المغرب بصفة عامة. وعلى إثر هذا فإن الكاف قد فتح يعني تحقيقا، وسيقوم ب يعني يقوم بجميع من التحريات في هذا الأمر حتى يخلص إلى نتيجة معينة. وهذا ربما ما قد يؤثر سلبا على دولة الجزائر وعلى الاتحاد الجزائري أيضا في يعني حظوظه ب يعني الفوز بمسابقة تنظيم كأس إفريقيا 2025. عام الجامعة الملكية أيضا نددت بهذا السلوك الغير اللائق من جمهور شقيق ربما، أو جمهور دولة يعني تعد من دول متقدمة أو دولة عظيمة على مستوى الثقافة والحضارة. الجامعة الملكية قلنا نددت بهذا الأمر، ومن حقها أن تندد بهذا الأمر، لأن هذا الأمر لم يسمح به أي كان أن أي أحد أن يتطاول على شعب أو جمهور ما بكلمات نابية أو ربما شيئا من هذا القبيل. نعرف الجمهور الجزائري جمهور متحضر، جمهور راقي، لكن هناك فئة معينة دائما ما تقع انفلاتات يعني في هذا المجال. لا يمكن نقول أن الجمهور الجزائري كله كامل يعني يعمل هذا المشكل، لكن بعض الفئة وليس الجمهور الجزائري كله. مع احتراماتي للجمهور الجزائري، أن هناك بعض الانفلاتات. يعني يوم افتتاح الشان كانت بعض الجماهير، يعني حسب ما صرحت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها يعني قدمت شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في هذا الشأن. وعلى إثر هذا ربما سينظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عقوبات، أو ربما حرمان، قد يكون حرمان الجزائر من تنظيم كأس إفريقيا 2025 بسبب هذا الأمر. وأيضا حتى ربما لا يعني نزيد الطين بلة، يجب على الجمهور الجزائري عامة أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالحضارة، ويعني حتى لا نكون دائما في صراع مع الجمهور المغربي أو كذا. يعني لابد الإنسان خصو يلتزم حدوده. يعني حتى عندنا شان ولا عندنا مسابقة ولا هذه، يجب علينا أن نظهر على أننا نستحق تنظيم هذه التظاهرة بكل احترام واحترافية وبحضارة، لا نسيء لأحد ولا يعني 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 نعطي أحد أو نتكلم بأحد بكلمات نابية أو شيء من هذا القبيل، حتى نبقى يعني في سياق كرة القدم فقط. هذا ما يعني قلنا نددت به الجامعة الملكية المغربية. ولكن دعونا نتكلم على نقطة اللي مهمة، هي نقطة قد تطيح بالجزائر خارج تنظيم كأس إفريقيا 2025. هذه النقطة هي ربما تزيد النار شعلة، يعني تشعل النار بين البلدين، وهو ما لا يحبذه الجميع. ربما الجزائر لها إمكانيات يعني هائلة في تنظيم كأس إفريقيا 2025، لكن مثل هذه التصرفات والسلوكيات من الجمهور
قد يعني تزيحها من تنظيم كأس أفريقيا 2025 إن لم تتفطن. هذه الأمور هي تحدث، ولكن ليس من الجمهور كله، يعني بعض الفئات يعني الجمهور الجزائري ندد بهذا الأمر وقال يعني الجمهور المغربي وتكلم بكلمات لا يحق له أن يتكلم بها يعني على الملأ. ربما قد تكون كلمات في التعاليق أو شيء من هذا القبيل هو عادي جدا، لكن عندما تكون أنت في افتتاح تظاهرة وفي بلدك وتنعت جارك أو فريق آخر أو منتخب آخر بكلمة نبية، فهي تدخل ضمن الكلمات العنصرية بالنسبة للاتحاد الإفريقي، وقد يعاقب عليها الجمهور الجزائري. وكما قلنا لذلك الجامعة لم يعني يعجبها هذا الأمر، ونددت أيضا يعني أن هذا السلوك لم يكن في محله من جمهور يعد من جماهير الحضارة والرقي. لذلك قدمت شكوى للاتحاد الإفريقي، والاتحاد الإفريقي قلنا مشاهدينا الكرام سينظر في هذا الأمر وسيرى ما إذا كان هل سيعاقب الجمهور الجزائري أم أنه سيعطيه إنذار فقط. إلى هذا الحد مشاهدينا الكرام نكون ختمنا هذه الفقرة مع هذا الحدث الحصري. أتمنى منكم وأرجو منكم مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو، وأيضا متابعة صفحتنا على الفيسبوك صفحة أحمد أفيلال والإعجاب بها. وشكرا لكم على كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.